ليان كانت بنت صغيرة عندها 7 سنين، وأمها كانت مدمنة بطريقة رهيبة مع إنها المفروض تهتم بيها، بس ليان كانت عايشة من غير أي رعاية. وفي ليلة ليان لقت نفسها نايمة في العربية في الكنبة الخلفية. هي مش فاكرة هي ازاي دخلت العربية ولا ليه كانوا سايقين بالليل، بس كان واضح إن الوقت متأخر لأن الشوارع تقريبا كانت فاضية. وفجأة العربية وقفت قدام بيت شكله مرعب، وأم ليان نزلت منها وسابتها لوحدها في العربية. وبعد وقت طويل باب العربية اتفتح جامد، وحد مسك دراع ليان وسحبها لبره. هي بدأت تصرخ وتعيط، وساعتها الراجل ده بصلها وقال لها اسكتي وما تجربيش تهربي والا هموتك. الراجل كان شكله مخيف، وليان كانت مرعوبة وسمعت كلامه، واخدها وبدأ يمشي بيها في الشارع. وليان فضلت تبص وراها على البيت اللي امها كانت فيه على امل انها تطلع وتلحقها. الراجل ده اخدها لمكان غريب ومرعب، عبارة عن مباني قديمة، ودخل بيها لجوه واحد من المباني دي، وبدأوا يطلعوا سلالم كتير. بس وهما طالعين على السلم لقيت واحد غريب واقف على السلم وبيشرب سجاير. وفجأة الراجل اللي كان خاطف ليان وقع على الأرض. بصت عشان تلاقي الراجل اللي كان بيشرب سجاير بدأ يضرب الراجل اللي خاطفها لحد ما أغمى عليه. ليان ساعتها كانت مرعوبة وبدأت تعيط، فالراجل ده بدأ يسألها انت ليه بره في الوقت المتأخر ده وفين أهلك؟ هي حاولت تشرح له المكان اللي فيه عربية مامتها، وهو وعدها ان هو هيرجعها بس بشرط انها ما تحكيش لحد عنه ولا حتى للشرطة. وليان فعلا وافقت واخدها ورجعها للمكان اللي فيه امها. بس في الوقت ده كان معاها الشرطة. ليان جريت على مامتها والشرطة بدأت تسأل ليان، بس هي كانت في حالة صدمة وما حكتش اي حاجة. ومن بعد اليوم ده ليان فضلت عايشة مع ابوها، وعمرها ما رجعت تعيش مع امها تاني. واما كبرت ليان كانت بتفكر كتير في اللي حصل، وعمرها ما قدرت تسامح امها على اللي حصل منها، لانه من غير الراجل اللي انقذها كان زمانها ميتة دلوقتي.